في الميركاتو في العادة تعاقد الأندية مع لاعب أو لاعبين، وأفضل نادي ربما يحصل على 3 أو 4 لاعبين، لكن الشيء الذي فعله اتحاد طنجة خرج على المألوف وضرب كل التقاليد والأرقام. نادي شمال المغربي ضم فريقا كاملا من 10 لاعبين. وليسوا مجرد لاعبين عاديين، بل بينهم قائدان سابقان لعملاق دار البيضاء، محسن متولي قائد الرجاء سابقا، وبدر كدارين قائد الوداد، بالإضافة نجم الدولي المغربي الذي يحمل جنسية بلجيكية زكريا بقالي. طبعا الخبر جعل الكل في حيرة من أمره، من جماهير إعلام ومتخصصين. 10 لاعبين دفعة واحدة. كل ما في القصة الاتحاد طنجة كان ممنوعا من التعاقدات من طرف الاتحاد المغربي لكرة القدم والفيفا منذ 2023، وتمكن بعد معركة شرسة من تحقيق مبتغاه ورفع الحظر، وكانه ينتقم ويعوض على كل ما فعله دفعة واحدة. ما فعله اتحاد طنجة هو نموذج لنادي يتحدى كل العوائق ويصارع من أجل البقاء بين الكبار. لكن ما مصير كل هذه الصفقات؟ هل ستنجح؟ وهل ستمنح الفريق الجرعة التي يبحث عنها؟ ودائما خلصنا مع موسى.